يا مسؤول، مالك ايش في؟ والله يلا دخلت عندك بالغصب دخلونا. ليش شغل لك عليه الان؟ انا تاجر زي اي تاجر ثاني، مهمتي اشتغل واطلب الله على نفسي. لا ايش اللي اتضح؟ انه الضرائب رفعتوها، الماء رفعتوه، الكهرباء رفعتوه، يعني كيف دحين مشكلة شغلكم انكم انتم تطردوا احنا من البلاد. والمشكلة الثاني انه الان المواطن هو اللي بيروح في بها عندنا عادي. حريص على المواطن يا تاجر. شوف يا ابني، احنا ما نجيبش قرارات من رؤوسنا، احنا مسؤولين على هذه الكراسي. ما جيناش هباء كذا ولا جينا من لعبه ولا درسنا جامعات، لا 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 لا. جابتنا حرب، والحرب هذه كلفتنا كثير. القصور راحت والمدارس والحدائق والمساجد والملاعب وحتى اخلاق الناس راحت في الحرب هذا. وتمخض عن هذه الحرب مسؤولين بحجم وطن مثلنا. فافهم يا ابني، ادفع لي عليك الضرائب، وادفع لي عليك الزياده الان في الكهرباء اللي زيدناها عليكم، وادفع لي نقول لك عليك كامل. ما فيش داعي لللف والدوران. والله الشخص الصح مش في المكان الصح. يعني الرجل المناسب ما هوش في المكان